من كام يوم كنت باتفرّج على Thunderbolts في السينما، وطول الفيلم وأنا قاعد باحاول أفتكر أنا شُفت بوب الvillain بتاع الفيلم ده فين قبل كده. وشه كان مألوف جدًا بالنسبة لي، بس لسببٍ ما أدواره كلّها كانت طايرة عن دماغي، لحد ما فجأة افتكرت إنه قدّم دور رهيب في واحد من أقرب المسلسلات لقلبي، وواحد كمان من أكتر المسلسلات المظلومة واللي ما حدش اتكلم عنها كفاية، فقُلت خلّيني أفكّركم بيه. Lessons in Chemistry أحداثه بتدور في الخمسينات عن إليزابيث زوت، بنت بتسعى بكل الطرق علشان تكون عالمة كيمياء، لكن وضع المجتمع في الوقت ده اللي بيقتصر فيه كلمة عالم على الذكور بس بيمنعها من تحقيق هدفها، فبننطلق معاها بقى في رحلة مليانة بالمصاعب والتقلبات لمحاولة إيجاد التوازن ما بين أحلامها وبين أسلوب الحياة من حواليها. استنى، ده مش من المسلسلات اللي قادرة على التحدي والمواجهة، دي بس كانت الطريقة الوحيدة اللي أقدر أقدمه من خلالها. لكن Lessons in Chemistry هو حدوتة عن رحلة الحياة، عن المصاعب والتحديات اللي بنختبرها كل يوم، بس يعني بدل ما هتشوفها على إنها شيء قاسي ومزعج، هتشوفها على إنها الألوان اللي بتدي روح للوحة حياتنا. والشعور ده لوحده بيحطنا قدام أجواء دافية ومريحة، ما بالك بقى لو قلت لك إن ده بس جانب واحد من جوانب القصة، وإحنا حرفيًا بنعيش في دوامة من الشخصيات والمشاعر والأحداث اللي بتخلّي تفاصيل الرحلة دي حقيقية جدًا، وبدون وعي هتلاقي نفسك متعلق بيها ومنتظر بشغف كل فصل جديد من فصول القصة. وبالكلام عن مارفل، فالمسلسل ده مش بس فيه لويس بولمان شرير فيلم Thunderbolts، وإنما هو كمان من بطولة بري لارسن كابتن مارفل شخصيًا. وبعيدًا عن عبط أفلام كابتن مارفل، ده واحد من أفضل وأجمل أدوارها. مسلسل رائع ويستحق جدًا المشاهدة. وبس، اتبسطوا.